اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم متابعيني؟ شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون تمام. رجعنا لكم فيديو جديد ووصفة جديدة راح نسويها انا وياكم سوية، وان شاء الله راح تعجبكم. وصفتنا اليوم كباب العروق العراقي بطريقتي. يلا نبدأ بسم الله ونشوف الفيديو سوا. مثل ما شفتوا حبايبي عندي مجموعة من الخضروات كلها غسلتها وثرمتها ناعم، وهسه راح ابدي اضيفها. اول شي حبايبي راح اضيف البصل، هسه حبايبي راح اضيف الطماطم كلها ثرمتها ناعم وبداية، ما استخدمت لا محضرات طعام ولا اي شي، بداية ثرمتها بس ناعم. هنا أنا حبايبي راح اضيف الكرفس او المعدنوس، اي شي متوفر عندك. هنا حبايبي راح اضيف الفلفل الاخضر، كلش يعطي طعم للكباب كلش طيب، فراح اضيف الفلفل الاخضر. هنا حبايبي راح اضيف الثوم، فصين ثوم. هسه حبايبي راح اضيف اللحم المفروم نص كيلو تقريبا. هذه المكونات مال الكباب. وهنا حبايبي راح اضيف الشحم، عندي ليه هم راح اضيفها ثرمتها بايديا وراح اضيفها. عندي هنا أنا مجموعة من التوابل ويا الملح راح اضيفهم. شنو هي التوابل؟ التوابل عندي بابريكا، عندي ملح، 7 بهارات، وعندي فلفل اسود راح اضيفها للكباب. حبايبي ما ضفت البوتيتا، حبايبي ما احب اضيفها ويا الكباب، فقط ذني المكونات. هنا حبايبي راح اضيف الطحين وابدي اعجن بيها. هنا حبايبي بعد ما صارت عندنا عجينة متماسكة ما ضفت مي على مي الخضروات، عجنتها ما ضفت اي مي الكم. وهسه راح نبدي نقليها. هنا حبايبي زيت حامي وقلينا الكباب، وهذا كان شكله كلش طيب. ان شاء الله تجربوه على طريقتي وان شاء الله راح يعجبكم. وبس هذا المكونات اللي احتاجيتها للكباب، ما ضفت بوتيتا ما ضفت اي شيء اخر، بس هذه المكونات اللي ضفتها قدامكم. وها كان شكله كلش طيب، ان شاء الله يعجبكم. ولا تنسوني بلايك واشتراك حتى تصعد قناتي، قناة ام محمد للطبخ العراقي. مع السلامة حبايبي.